بصوا يا جماعة، البيض ده غير مخصب ودوت طالع من قصين. انا كشفت عليهم بعد 5 يوم من الرقد لقيته غير مخصب، فعشان ما يرقدوش على الفاضي انا شلت البيض. طيب اسباب عدم التخصيب دي اسباب كتيرة جدا، وعلى المربي ان هو يجرب، هيضطر انه يجرب حاجة حاجة لحد ما يشوف السبب. طيب من ضمن الاسباب الكتيرة دي مرض الحمام. طب انت شايف الحمام صحته كويسة، يعني مثلا بتفتح كده وتلاقي الزبل متماسك، اهو شايف متماسك، تعرف ان الحمام عندك مش مريض. طيب اول سبب المرض. تاني سبب ممكن يكون في ديدان. طب انت عامل جرعة ديدان، خلاص بتستبعد جرعة الديدان. وارد ان يكون بيقلش. يعني ايه بيقلش؟ بيوقع الريش. فالريش يعني القلش ده ممكن يخلي البيض غير مخصب. ايه تاني؟ ان يكون عندك الحمام كبير في السن. طب لو الحمام مش كبير في السن يبقى بتدور بتشوف الاسباب التانية. ممكن يكون الحمام عنده نقص فيتامينات بعد مرض مثلا، او نقص سيلينيوم في جسمه، ممكن يخلي الذكر ما يخصبش، او هو في الاغلب بيبقى السبب الرئيسي الذكر، لكن ممكن برضو لو النتاية فيها مشاكل ممكن برضو يبقى في بسبب النتاية. ولو الحمام لسه اول شغل ليه، خبرته في التحضير بتبقى قليله، او في ازعاج كل شويه داخل على الحمام ما يخلوهوش يحضن البيض كويس. بالنسبه لي بقى انا هعمل ايه؟ انا هفصل الذكر عن النتايه، وهحاول ان انا اخلي الذكر في وش العين. يعني انا اهو ادي الذكر والنتايه. هاخد اعمل الذكر ده سماره اهو، هحطه كده بس يبقى يشوف. معلش يا عم سمارة، معلش اهو ذكر كويس. هو هيشوف، هيشتاق للنتاية اكتر وهو شايفها ومش عارف يطولها. لاني خلاني عملت كده لاني انا حاسه ان عمليه القلش هي السبب في عدم التخصيب، لان انا كنت مديه جرعه ديدان، مديه فيتامينات، مديه تحديق، الدنيا تمام. هو بس الذكر محتاج يفصل شويه عن النتايه، وبعدين انا هدخله. زي ما انتم شايفين ان الحمام عندي بصحه كويسه، وابتدي برضو اشتغل عشان فتره القلش ديت تسرع. حاول انا بستخدم الجروفيت بلس، يعني تحديق مع جروفيت بلس، مش ازيد من كده بالنسبه للي انا بستخدمه. تمام بس هقفل كده عليه. وبرده القص التاني اللي بيطلع البيض غير مخصب هعمل نفس الحكايه.